ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. وكالعاده معاكم حسام في فيديو جديد. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الاوبو رينو 10 ال 5 جي العادي، لكن الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله هيكون عن النسخه الاقوى وهو الاوبو رينو 10 برو او اوبو رينو 10 برو، برضو النسخه ال 5 جي. الهاتف اللي بيجي مع شاشة أموليد منحنية من الجنبين علشان تديني أكبر قدر من الواجهة الأمامية، عبارة عن شاشة وكمان معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم، وبيدعم شبكات الاتصال الجيل الخامس. إضافة إلى أن الأوبو رينو 10 برو بيجي معاه كاميرا خلفية بتدعم التركيز التلقائي وفي نفس الوقت بتدعم التثبيت البصري، ودي حاجة جميلة جدا. لما نروح للكاميرا هنشرحها. فتعالوا زي ما احنا متعودين نتعرف على أهم مميزات الأوبو رينو 10 برو، ونشوف ايه اللي موجود داخل الكرتونة وايه هي نقاط القوة والضعف اللي موجودة في الهاتف علشان تعرف إذا كان فعلا هاتف قوي ويستحق ولا لأ. أول حاجة هنبتدي بيها هنبتدي مع التصميم ومواد التصنيع، بمعنى ان الاطار الجانبي بتاع الاوبو رينو 10 برو بالكامل مصنوع من البلاستيك. الاطار الجانبي ده مصنوع من البلاستيك، لكن الظهر بتاع الهاتف والشاشه الاتنين مصنوعين من الجلاس او من الزجاج. طبعا الفريم الجانبي بيحتوي على زر الباور وازرار التحكم في الصوت، مكان الشرائح، منفذ الشحن التايب سي، والسماعات الخارجيه. اوبو رينو 10 برو بيجي منه لونين، اللون البنفسجي ده واللون التاني هو الرمادي او الجراي. وزن الهاتف ما هوش تقيل لانه 185 جرام، والسمك بتاعه 7.9 ملم، يعني جهاز خفيف جدا وسهل تحطه في جيبك. وزي ما قلنا بيدعم شبكات الاتصال الجيل الخامس والرابع والثالث. نبتدي دلوقتي مع اهم حاجه في الجهاز وهي الشاشه بتاعته. حجم الشاشه ده 6.7 انش، وده رقم كبير جدا. نوع الشاشه دي اموليد ودقتها 1080 في 2412 بكسل بكثافه بكسلات 394 بي بي اي بكسل في البوصه الواحده. اما ابعاد عرض الشاشه 9 الى 20 علشان يبقى كويس في الالعاب والفيديوهات. زي ما قلت الشاشه منحنيه من الجنبين اليمين واليسار، ودي بتخلي الشاشة تستحوذ على نسبة 90% من الواجهة الأمامية للهاتف ككل، ودي نسبة كبيرة جدا. أما معدل تحديث الشاشة فهو 120 هرتز، وده رقم ممتاز جدا. وكمان الشاشة دي عليها طبقة حماية ضد الكسر اسمها AGC GT Star 2، وأقصى سطوع للشاشة يوصل لحد 950 شمعة علشان أقدر أستعمل التليفون تحت أشعة الشمس بأريحية شديدة. اما بالنسبه لبصمه الاصبع فانها مدمجه داخل الشاشه، وكمان اقدر افتحه واقفله عن طريق بصمه الوجه من خلال الكاميرا الاماميه. لو رحنا عند النقطه الثانيه وهي المعالج بتاع الجهاز، هنلاحظ ان المعالج واحد من اقوى المعالجات ان ما كانش اقوى معالج في الفئه السعريه الاقتصاديه والمتوسطه. ليه؟ لانه كوالكوم سناب دراجون 778 جي 5 جي بمعماريه 6 نانو اوكتا كور. واتفقنا قبل كده ان المعالج ده الكوالكوم سناب دراجون 778 ده اقوى معالج موجود في الفئه السعريه الاقتصاديه والمتوسطه. علشان كده التليفون هتلاحظ ان هو سريع جدا، المعالج بتاعه قوي. المعالج ده فيه تردد بيوصل لحد 2.4 جيجا هرتز. وحده معالجه الرسوميات المسؤول عن جرافيكس والالعاب هي ادرينو 642 ال، اذا تقدر تلعب بابجي او كول اوف ديوتي او اي لعبه انت عايزها على 60 فريم مستريح جدا، مش هتقل عن الرقم ده. والمعالج قوي جدا كفاءه سعريه اقتصاديه ومتوسطه. الاوبو رينو 10 برو بيشتغل بنظام تشغيل هو الاحدث اندرويد 13 مع واجهه جميله جدا اللي انتم شايفينها دي اللي هي كلر او اس 13.1. ده واجهه الاوبو رينو 10 برو. الواجهه دي فيها مميزات كتير زي دعم الوضع الليلي ووضع القراءه وحمايه العين، وكمان قفل التطبيقات ونسخ التطبيقات. مساحه التخزين اللي موجوده مع الهاتف هي 256 جيجا مع 12 جيجا رام. للاسف ما تقدرش تزيد الميموري داخل الاوبو رينو 10 برو. الاوبو رينو 10 العادي كان اقدر ازيد الميموري، اما البرو للاسف ما تقدرش تزيدها. فانت اخرك ال 256 جيجا دي. تقدر تركب خطين لكن ازود ميموري لا. وزي ما شرحنا قبل كده عندك 12 جيجا رام، واقدر ازود الرامات من داخل الاعدادات من خلال ميزه اكستندد رام كنا شرحناها في الاوبو رينو 10 العادي. ازاي ازود الرام بتاع الهاتف؟ يعني دي الرامات عندك 12 جيجا، تقدر تزود 4 او 8 او 12 و12 يبقى معاك 24 جيجا، وهكذا. كده خليتها 8 مع ال 12 اللي معايا، او على حسب ما انت عايز تزيد في حاله الالعاب القويه. الاوبو رينو 10 فيه مستشعر التقارب والتسارع والبوصله والضوء والجيرو سكوب.
لو رحنا عند الكاميرات اللي موجوده في الاوبو رينو 10 برو هنلاحظ ان هي 3 عدسات، 1 2 3 والليد فلاش في النص. العدسه الرئيسيه دقتها 50 ميجا بكسل بتدعم التركيز التلقائي وفيها مثبت بصري، والثانيه 32 ميجا بكسل للزوم 2 اكس بدون خساره الجوده بتاعه الصوره او حتى 20 اكس ديجيتال. اما الكاميرا او العدسه الثالثه 8 ميجا بكسل بتاعه التصوير بزاويه واسعه لما يكون في شكل طبيعي او ناس كتير في الخلفيه، بتوصل لحد 112 درجه. اما بالنسبه للكاميرا الاماميه او العدسه بتاعه السيلفي اللي موجوده في الثقب هنا فدقتها 32 ميجا بكسل بتدعم التركيز التلقائي برضه. ولو هصور فيديو بالكاميرا الاماميه اعلى تقنيه معاك 1080 بكسل اللي هي فول اتش دي، لكن بالكاميرا الخلفيه اعلى تقنيه معاك بتعلى وبتزيد لانها بتوصل ل 2160 بكسل اللي هي 4K. الجميل في الكاميرا دي الخلفيه ان فيها مثبت الكتروني اللي هي تقنيه الاي اي اس لتقليل الاهتزاز اثناء تصوير الفيديو. لو ايدي بتتحرك الفيديو هيطلع معايا ثابت. اما لو رحنا عند البطاريه فحجم البطاريه 4600 ملي امبير، طبعا غير قابله للازاله، بتدعم الشحن السريع وخاصيه الاوتو جي من خلال منفذ الشحن اليو اس بي تايب سي. طيب قوه الشحن اصلا كام؟ قوه الشحن 80 واط وده رقم كبير جدا، لكن للاسف الاوبو رينو 10 برو ما فيهوش منفذ للسماعه السلك الاي او اكس، هتضطر ان انت تشتري له سماعه تايب سي تركب هنا مكان الشاحن. كمان الجميل في التليفون انه بيدعم تقنيه الشحن العكسي، اقدر استعمل تليفوني كباور بانك اشحن بيه موبايلات تانية. انه بيدعم خاصيه الان اف سي وبيدعم خاصيه الاي ار بلاستر، نفس الخاصيه اللي موجوده في تليفونات شاومي اللي بتخليني اتحكم في الاجهزه الالكترونيه اللي موجوده في البيت من خلال الموبايل، او استعمل الموبايل كانه ريموت استعمل بيه الاجهزه الكهربائيه التانية. طب ايه هي العيوب قبل ما نفتح الكرتونه ونشوف ايه اللي موجود جوه؟ من ضمن العيوب اللي موجوده في الاوبو رينو 10 برو ان اطار الكاميرا الخلفيه بارز لبره شويه وده ممكن يخليها تتكسر بسهوله. تاني حاجه ان مفيش منفذ للسماعه السلك الاي او اكس. والعيب التالت ان السماعات الخارجيه دي ما هياش ستيريو فالتليفون صوته ما هوش عالي. اما العيب الرابع والاخير من وجهه نظري ان للاسف ما اقدرش ازيد ميموري كارد. انت عندك 256 جيجا ماكسيمم، ما تقدرش تحط ميموري كارد ولا حتى مكان الشريحه الثانيه. طيب الاوبو رينو 10 برو سعره كام؟ ال 256 جيجا مع 12 جيجا رام نفس اللي معايا ده سعره 540 دولار او تقريبا 21000 جنيه او 2000 ريال سعودي، وده رقم كبير. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنعمل مقارنه بين الاوبو رينو 10 برو والاوبو رينو 10 العادي ونشوف هل فرق السعر ده يستحق ولا نكتفي بالاوبو رينو 10 العادي وبلاش البرو طالما الفرق بينهم ما هواش كبير. انتظروا ان شاء الله الفيديو اللي جاي، واللي عنده اي سؤال يكتبه في الكومنتات تحت. اشوفكم في فيديو جديد قريب، مع السلامه.